السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة بنصلي على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة يعني الفيديو ده أول فيديو أعمله بعد فترة مش أقل من سنة ونص. والحقيقة أنا كنت فكرت إن أنا الموضوع إن أنا يعني إيه أغير محتوى القناة كله، ولكن بجد حب الناس ده نعمة. حب الناس نعمة. فالحقيقة لازم ألبي طبعا طلبات اخواتي وحبايبي، ما هم مش متابعين ولا مشتركين عندي، دول اخواتي وحبايبي كلهم. والحقيقة يعني بحس فعلا ان انا عندي عيلة تانية غير عيلتي الاصلية. دول عيلة تانية غير العيلة الاصلية بتاعتي بجد. فربنا يديمكم نعمة في حياتي. وان شاء الله باذن الله النهاردة احنا هنتكلم كده، يعني نقدر نقول ان احنا بنرجع مع بعضنا. واللي ما يعرفش بقى يعرف ان شاء الله باذن الله قناة حازم جروب ابو حازم ان شاء الله باذن الله من غير شر راجعة تاني ان شاء الله باذن الله بدعمكم. وطبعا عشان خاطر ان ريتش القناة كان واقع خالص يا جماعة، الموضوع محتاج جهد منكم شوية، وان شاء الله باذن الله خير على ايديكم باذن الله. طبعا كان من ضمن الحاجات اللي انا بظروفها عرفتها ان انا كنت توفيت ودي كانت جديده عليا بصراحه، لان انا فوجئت ان انا موجود لسه. فالحقيقه فقلت اما اشوف ايه موضوع الوفاه ده وايه موضوع الموت ده بصراحه. فاكتشفت ان انا كان في بعض الشيوخ الافاضل كان بيقول ان هو دعا عليا وبتاع، وحصلت لي حادثه لا قدر الله وتوفيت. والحقيقه ان هو كمان جاب في رجل في الموضوع، كمان في الرجلين، الحاج فتحي الله يرحمه والحاج عادل فتحي الله يرحمه رحمه الله عليه، ونقرا له الفاتحه على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يغفر له ويسامحه. كان من الشخصيات المحترمه، رجل فاضل وراجل محترم جدا، وما كانش محتاج اليوتيوب ده خالص يا جماعه. اللي طالعه فيه الحاجه نوقه بتقول ان الناس اللي هم بتوع النقد دول ناس كلهم عايشين على حسها، وان اسمها ده بركه، اسم مغتربه ده بركه من عند ربنا. والناس عايشه كلهم اللي ما كانوش لاقيين ياكلوا، السكليه كلهم طالعين يعملوا ريتش على قناتي، وطالعين ايه يتكلموا عليا والكلام ده كله، وان قناتها بركه من عند ربنا. ربنا يزيدك يا رب كمان وكمان يا حاجه نوقه، ربنا يزيدك كمان وكمان. بصراحه الواحد مبسوط لك ان انت بقى عندك الروحانيات دي كلها. الحقيقه ده انا كل اللي سبتك فيه سنه ونص كل الروحانيات دي جات لك، سبحانك يا رب سبحان الله. فالحقيقه يعني كان بصراحه كان موضوع موتي ده كان صدمه. فانا قلت ارجع، لازم أنا ارجع بقى تاني اعرفكم ان انا رجعت تاني يا جماعه. وهي ممكن تقول لكم دلوقتي ده هو انا كنت يعني انا اللي سبت له مساحه ان هو يخرج يتنفس شويه، ولكن هو هيرجع تاني يعني. على العموم طبعا انا بشكر قبل اي حاجه، بشكر كل الناس اللي كان نفسهم ان انا ارجع. وطبعا انتوا فوق راسي ان شاء الله باذن الله. وبخص كل الناس حبايبي، كل الناس حبايبي وزمايلي اللي على قنوات النقد عشان ما انساش اي حد، بالاجماع كلهم فوق راسي، ناس محترمين وناس كلهم افاضل وناس يعني قمه في الاخلاق. الحقيقه ان هي بتقول ان كل الناس دي مش لاقيه تاكل. لو جينا ندور على كل الناس اللي شغالين قنوات نقد كلهم ناس مش محتاجين السوشيال ميديا خالص. كل الفكرة ان هم بيخرجوا بس يعني يعبروا عن اللي جواه. مفيش اي حد من اللي على الميديا في قنوات النقد محتاج حاجة الحمد لله، من اول اكبر واحد لحد اصغر واحد كلهم ناس مبسوطين. مش من النهاردة ولا من امبارح، كلهم ناس بسم الله ما شاء الله ربنا يوسع على الجميع. انا مش عايز اخص اي حد بالذكر، ولكن كلهم ناس افاضل. ولكن في الفترة اللي فاتت بصراحة انا لقيت الدنيا بقت يعني مش عارف، خرجت عن المألوف. ما بقتش يعني العملية ما بين قناة وانتقاد، الموضوع راح لسكك تانية، خد في الاعراض ومواضيع بقت بصراحة مش جميلة خالص. ففي الاول وفي الاخر احنا ننتقد نعمل كل حاجة، ولكن احنا مش هنخرج بره الاطار اللي لا مؤاخذة لو اي حد سمعه. في اطفال بتسمعنا وفي شباب بيسمعونا، فالحقيقة ما ينفعش ان احنا نطلع كلمة كده
ما ينفعش، ما نرضاهاش ان ولادنا احنا ذات نفسهم يكونوا بيتابعوا حد ويسمعوا. فالحقيقه النقد بعيد عن اي حاجه، وبالذات الخوض في الاعراض، كله الا الخوض في الاعراض. احنا هننتقد، احنا هنتكلم، ولكن في الاول وفي الاخر مفيش خوض في الاعراض. انا طبعي مفيهوش خوض للاعراض. ننتقد، نفسر الموضوع، نقول الموضوع رايح فين وجاي منين، ايه الحدوته، ايه الحكايه، ايه الشخصيه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا مش حكم ولا جلاد. احنا لا في ايدينا ان احنا نحكم على الشخصيه، ولا بايدينا. احنا بنسرد كل الحاجات اللي هي السلبيات اللي موجوده، والايجابيات برضو المفروض ان احنا بنعرضها. يعني لو حد بنتكلم عليه وعنده بعض السلبيات، 5 6 سلبيات مثلا، وعنده 3 4، ينذكروا، ايه المشكله؟ اصل احنا ما هياش حرب يعني. ففي الاول وفي الاخر الحقيقه اللي انا سمعته امبارح في البث كان حاجه صعبه جدا جدا جدا. عامه يعني الفيديو ده انا هنعتبره بس عشان خاطر الناس اللي كانت حاطه ان احنا توفينا، يا ريت يعني يعرفوا ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وكان لنا عمر تاني والحمد لله عايشين. وعايز اقول حاجه بقى واخص ايه، لو الموضوع فعلا ان انت يا مدام هناء قلتي الكلام ده عني، ان انت دعيتي عليا والكلام من كده، اتمنى انك تدعي عليا تاني، لان السنه ونص اللي انت دعيتي عليا فيهم وغبت فيهم انا ربنا كرمني اخر كرم من فضله. يعني ربنا كرمني اخر كرم من فضله، والحمد لله احنا مش عواطليه يعني احنا مش عواطليه، احنا ناس الحمد لله فضل من ربنا، كلنا ناس محترمين وناس الحمد لله عندنا شغل تاني، ولكن بنعتبر الايه، المنصه دي ترفيهيه، يعني بنعبر عن اللي جوانا، بنقول اللي نفسنا فيه، ولكن في الاول وفي الاخر بالادب وبالاصول، بالادب وبالاصول. فيا جماعه القناه بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله هنرجع نشتغل ان شاء الله باذن الله، ومن الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله باذن الله نبدا نشتغل ان شاء الله باذن الله. والنهارده انا كنت بس ايه، فيديو تعارف كده ان احنا الحمد لله ان احنا عايشين لسه ما متناش، وخارجين شويه نتحاسب وهنرجع تاني يعني. وعامه من ضمن الحاجات يعني انت دعواتك عكسيه، وان دلت على انك عكسيه يبقى مفيش خالص بينك وبين ربنا عمار يعني عامه. وعامه احنا النهارده مش هنتكلم، احنا النهارده بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ولكن بتمنى من كل حبايبي يعني عشان القناه بس ترجع تتنشط تاني، استاذنكم بس يعني ايه الفيديوهات القديمه حد يخش كده بس ايه يظبط لنا الدنيا. ولو ما حدش بيجي له يا جماعه الاشعار يخرج ويرجع يشترك تاني عشان خاطر الاشعار يوصل لكم تاني والكلام ده كله. النهارده مش هطول عليكم، بس انا سعيد جدا 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 بالبث بتاع امبارح، بصراحه كان بث جميل، كلهم حبايبي، كلكم حبايبي وفوق راسي. وبشكر كل الناس اللي دخلت عندنا جديد اللي جايين من عند حبايبنا، كلهم فوق راسي. وربنا يقدرني ان شاء الله باذن الله ان نقدم لكم حاجه حلوه يعني ان شاء الله باذن الله، ان نتكلم ان شاء الله باذن الله بدون خوض في الاعراض، بدون كلام يعني بذيء، نتكلم ان شاء الله باذن الله بالحسنى، وربنا يقدم فيه الخير ان شاء الله. ولكن يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، اللي عنده طبع ما بيتغيرش. يعني اللي عنده طبع ما بيتغيرش، اللي عنده طبع ما بيتغيرش. الحاجه التانيه برضو اللي عايز اتكلم فيها برضو في موضوع الكلام ده كله، المفروض النهارده معلش يعني ان انا ما فيش حد كان بيني وبينه حرب يعني ما فيش حد بيني وبين حد حرب لدرجه ان هو ان حد لا قدر الله انا اختفيت ولا بتاع ولا الكلام من كده. ما هو ممكن ابقى مختفي ماليش مزاج ان انزل تاني، ماليش مزاج لاي حاجه، ولكن لما اركب الموجه واخدها واعملها يعني عنوان لموضوع، الحقيقه ده اللي مش كويس خالص. ففي الاول وفي الاخر احنا كلنا اخوات، كلنا حبايب، مفيش حد بيني وبينه اي حاجه. بشكر كل اخواتي بتوع قنوات النقد اللي بيقفوا معايا ومساندني فوق راسي، وبشكر كل القنوات التانية برضو اللي هي مش نقد وبيدعموني. انتوا فوق راسي فوق راسي فوق راسي، وربنا يقدرني على محبتكم، وربنا يجعلني ان شاء الله باذن الله سبب في ان انا ممكن اسعدكم في اي حاجه، وانتوا فوق راسي. وان شاء الله باذن الله انتظروا الجديد من ابو حازم ان شاء الله باذن الله. بتمنى منكم دعم الفيديو ده عشان خاطر ينتشر، وشيروه على قد ما تقدروا عشان خاطر الناس اللي ما بيوصلهاش اشعار. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.